والله أنا نحب نكلمك هنا من وجهين اثنين. الوجه الأول نحب أن نجاوبك على سؤالك، ولكن ما ننساش كذلك مش نتحدث عن المواطن. آه أنا قلت لك لما الإنسان يكون عنده فراغ، تراها من غير ما يشعر يحك راسه ويحك خشمه، يحرك يديه ويتنحنح ويدور على اليمين وعلى اليسار. الفراغ اللي هو فيه، الإفلاس اللي هو فيه، العجز القائم اللي هو فيه، نعم. وعوده الباطلة التي لا يتحقق منها أي شيء. الناس اللي حاولوا اللي كلهم نفروه وبعدوا عليه، شفنا حتى النائب اللي كان يمجد ويطبل ليه يعني السعيداني في السجن، ما ثم حتى حد يعني ما ثم حتى حد يعني ما زال معاه. هو يعيش عزلة كبيرة برشا مأثر عليه نفسانيا، ولا بد أن نذكره دائما التوانسة حالته النفسية، والمرض اللي عنده المرض ماهوش عيب، وإنما العيب عدم الاعتراف به، والعيب تحمل مسؤوليات يعني غير قادر عليها، خاصة ناهيك يعني نتحدث على رئاسة الجمهورية. هذا من جهة. من جهة أخرى، المواطن التونسي اللي تحكي عليه أنت وتحكي على المجرمة اللي يشدوا الحبوسات نعم. وثم رفق كبير بهم بالمقارنة مع السياسيين. أنا كنت أتكلم فيك، أنا إذا كان التونسي يستفيق سينزاح الظلم وش يتغير الوضع. أنا حسب رأيي أخي العزيز، ترذيل الحياة السياسية وتبخيس الحياة السياسية وتحقير السياسيين اللي صار كعمل يعني ممنهج جدا. قال العباسي لا يذكر بالخير، قال ما خليناهمش يرتاحوا نهار. العمل الممنهج المتركاج اللي صار ذاك خلى المواطن اليوم عنده لوثة كبيرة، وعنده خلاص يعني مفرس المواطن. واحنا نعول كثيرا على المواطن، لان ربنا قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا التغيير، وشهر رمضان هو شهر تغيير نعم. اوزاننا وكروشنا وماكلتنا ونمط حياتنا وثرواتنا ودنيتنا. هذا كيف نغير ما بانفسنا قبل كل شيء. انا اعول طبعا، ربما قد تكون صيحه في واد الان ولا تجد من يستمع اليها، معليش انا نقولها لله اولا وللتاريخ ثانيا. نقول اذا المواطن يستفيق، مش كل المواطن يا سيد حسين تتم لما اتيت ما تكرمت وما تفضلت به، هو انه المواطن اللي المغتصب يقول ربي يفرج عليه، هكا من كثر ما هو تقي المواطن هنا التونسي يقول لك ربي يفرج عليه. والسارق ان شاء الله ربي يفرج عليه، خويا ربي يفرج عليه، من كثر ما هو حنين ربي يفرج عليه. واللي عامل شيكات ومبلع ناس في الحبوسات هو بده عنده ضحايا بالشيكات اللي اعطاها. نعم. هذاك شنو نقولوا له؟ خويا ربي يفرج عليه ان شاء الله، ربي يفرج عليه، ربي ينظر له بعين الرحمه. الا السياسي ياخذ سمير ديل وكلينيك عبد اللطيف المكي والعزيزه وعزيزه نتاع حمادي الجبالي، يعني حتى دفتر خانه ولا دفتر اعلامي، دفتر خانه ولا دفتر يكتب في المقاهي الاملاك وما عادش تكتب في دفتر خانه. نحن الحقيقه امام مهزله كبيره وجريمه اعلاميه كبيره صارت. هذا ان شاء الله ياتي الوقت الذي نتحدث فيه بتفصيل، وكل حد لازم ياخذ جزاءه وياخذ حقه. نحن الوضع اللي موجود الان هو مراكمه، واساسا يعني الشيء الحاسم فيما نحن فيه على مستوى العلاج، وايضا على مستوى المسار الذي يعني نحن نؤول اليه الان تدريجيا، هو جاء بفعل التبخيس العام في الحياه السياسيه. ترذيل السياسه، الجسم اصبح مريض والمناعه ضعفت، بما يجعل المواطن اليوم لا يخرج، لا يحتج، قابل للظلم، قابل الواحد، او حتى مش قابل وصامت. يعني ان يكون المواطن يصبح انسان فاعل وفعال ايجابيا حتى ربنا يغير وضعه ربنا عز وجل. ما كان يبكي على الفلفل قبل، هاو الفلفل اغلى، وكان يبكي على العلوش هاو الخروف اغلى، اللي كان يبكي عليه الكل هو اغلى. يعني شو اللي شيء تحسن له؟ لماذا المواطن اللي كان يلعن في العشريه على كل سلبياتها اللي تحدثنا فيها نحن وانت اول من تحدث على برامج الفساد وبالمرصاد يعتبر تاج على رؤوس الملأ، اللي الاخرين قاعدين يعدوا لنا في الدعاره في شهر رمضان المعظم، ويعدوا لنا في قاروره الخمر في رمضان. انت وامثالك وقناه ربي يبارك لك وربي يبارك جهدك انت ومختار. كنا على ثغر اخر. نحن يعني الحقيقه بقدر المنا في هذا رمضان المعظم ان نرى خيرة الرجال والنساء ايضا يعني موجودين في الحبس وبعاد عن اهاليهم وغيره. اين خوف الله في المواطن حتى ينتفض وحتى ينقض على هذا الظالم الغاشم اللي حط ناس بعشرات السنين في السجون؟ ذنبهم شنو؟ ذنبهم انهم نقدوه، لا جاب المسروق
ولا جاب المقتول ولا جاب أي دليل ولا بينة ولا براهين ولا حتى قرائن. إذا لكن نقطة مهمة مقداد أثرتها بالفعل، ونحن في شهر رمضان مغفرة. التونسي بالحق التونسي يقول لك طيب، التونسي سمح، لكن مهم جدا أن جانب كبير من التوانسة يراجعوا أنفسهم. قلت مهم جدا التونسي، حتى الزاني حتى المغتصب يقول لك ربي يفرج عليه. ولكن عندما يتعلق الأمر بسياسيين، بالغنوشي وغير الغنوشي، بشيماء عيسى وغير شيماء عيسى، يقول لك كان ما عنده شيء وروح. يعني هذا ألطف واحد فيهم، يقول لك كان ما عنده شيء ويروح. كان ما عنده شيء، كان ما يقول لكش يستاهل، كان ما قال لكش يستاهل، يقول لك كان ما عنده شيء ويروح، في حين المجرم والمغتصب ربي يفرج عليه.